تخيل تكون في قلب معركة مصرية زي القادسية. الجيش الإسلامي بيواجه أمواج من الجنود والفيلة، والوضع وصل لمرحلة صعبة جدا، والكل مستني معجزة تنقذ الموقف. وفجأة وسط الغبار وصليل السيوف يظهر رجل واحد راكب خيله وبيهتف بصوت يزلزل الجبال. صوت ما كانش مجرد صرخة، ده كان سلاح بيسبب الرعب في قلوب الأعداء قبل ما يوصلهم السيف. الرجل ده ما كانش بيعرف المستحيل، وكان وجوده في أي مكان في المعركة معناه إن كفة النصر مالت فوراً للمسلمين. بطلنا ده هو صاحب الخطة العبقرية اللي قضت على أسطورة فيلة الفرس. لما شاف الفيلة بتهرس صفوف المسلمين ما قعدش يتفرج، ده جمع مجموعة من الأبطال وراحوا في هجوم انتحاري ناحية الفيل الأبيض وقادة الفيلة، وقدر بضربات دقيقة كان بيفقع عين الفيلة دي ويقطع خراطيمهم، لدرجة إن الفيلة اتجننت ورجعت داست على جيش الفرس نفسه. المشهد ده كان نقطة التحول اللي خلت جيش كسرى ينهار ويبدأ يهرب من قدام شبح مش عارفين يوقفوه. والأغرب من شجاعته هي سرعته الخارقة في نجدة المسلمين. لما كان خالد بن الوليد في الشام ومحتاج مدد بسرعة، أبو بكر الصديق بعت له بطلنا ده لوحده. الناس استغربت وقالوا تبعت رجل واحد لجيش محاصر؟ رد الصديق بيقين لا يهزم جيش فيه مثل هذا. وبالفعل بطلنا وصل وقاد عمليات مباغتة خلت الروم يفتكروا إن في جيش كامل وصل من المدينة، ودخل المعركة ب100 جندي وقسمهم مجموعات صغيرة عشان يعملوا عفرة وتخيل للمدد. ونجحت الخطة وكسر الحصار. كان محارب بيفهم في سيكولوجية الحرب، بيعرف إمتى يصرخ عشان يرفع المعنويات وإمتى يضرب ضربة تنهي الحكاية. سيفه ما كانش بيلحق يبرد من كتر المعارك اللي خاضها، من الفتوحات في العراق لبلاد الشام، وفي كل مكان كان بيسيب بصمة مستحيل تتمسح. قيل عنه إنه الرجل الذي لا يشق له غبار، وإنه كان بمثابة كتيبة كاملة في روح رجل واحد. شجاعته كانت بتخلي الجنود اللي معاه يحسوا إن النصر مضمون، والأعداء يحسوا إن الموت قرب. والبطل ده هو القعقاع بن عمرو التميمي. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.